شوفوا يا متابعين، انا مش جاي اقول لكم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن ربنا سبحانه وتعالى جبر بخاطره و خل اسرى من المسجد الحرام من مكة للمسجد الاقصى، وعرج بيه من المسجد الاقصى للسماوات السبع، وقابل فيهم الانبياء، وربنا سبحانه وتعالى وقتها شرع الصلاة. مش جاي اقول لكم كده خالص، لكن جاي اقول لكم حاجتين اتنين. الحاجة الاولانية وهي ان لابد من بعد كل كسر جبر باذن الله تعالى، وان ما كانش في الدنيا هيكون في الاخره وانت ويقينك بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال على سيدنا ايوب في نهايه الايات: وذكرى للعابدين. وقال كمان لسيدنا يوسف: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن، وان ربنا سبحانه وتعالى جبر بخاطره وادى رحله الاسراء والمعراج. فدي اول حاجه عايزه اقولها لك، ان شاء الله بعد كل حزن، بعد كل جبر، بعد كل كسر طيار، بعد كل كسر لابد من جبر. دي اول حاجه. والحاجه الثانيه وهي ان ربنا سبحانه وتعالى لما يختار المسجد الاقصى ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرج به الى السماء، فده معناها لعظم قدسيه المكان، قدسيه المسجد الاقصى. زي ما قلت لكم، هي مش قضيه ترند، قضيه فلسطين، قضيه لا اله الا الله في الارض، وعقيده لا اله الا الله، ورساله لا اله الا الله اللي جه بيها الانبياء والرسل. مش كده بس، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء في المسجد الاقصى. فاوعوا تنسوا القضيه، واوعوا تنسوا المسجد الاقصى، واوعوا تنسوا اخواننا في فلسطين وبقاع الارض، واوعوا تعتادوا المشهد، واوعوا تبطلوا مقاطعه. وابشروا ان بعد كل كسر جبر، وبعد كل حزن فرح، وبعد كل هزيمه نصر. وان شاء الله يا المسجد الاقصى هيحرر، وهترجع ربنا سبحانه وتعالى يحرره من دنس اليهود، وهيرجع للمسلمين. ولكن مش اي مسلمين، الله سبحانه وتعالى يصطفيهم، يغربلهم، فيكون ليك دور في النصر ده، يا اما هتندم وقت لا ينفع الندم.